كان يعمل خالد على توصيل القرص الصلب لاسترجاع بعض البيانات التي كان يحتفظ بها منذ سنوات، ولكن سرعان ما أصابه الذعر عندما سمع صوت طقطقة يصدر من الهارد ديسك، فصاح مناديا زميله: الحقني يا محمد، الهارد ضرب. اكبر غلطه ممكن تعملها في حياتك انك تحتفظ بالداتا المهمه بتاعتك على ستورج من غير ما تعرف ايه مزاياه وايه عيوبه. طبعا ممكن اعذرك لو لسه عايش في اوائل الالفينيات، ايام ما كنت بتنزل تجمع جهازك وما يهمكش غير امكانيات البروسيسور وكارت الشاشه، لكن اختياراتك في الهاردات كانت بتبقى محدوده، واكتر حاجه كانت بتشغل بالك هي المساحه مش اكتر. بس دلوقتي القصه اختلفت تماما، واختيارك لنوع الهارد ممكن يساعد في الحفاظ على الداتا بتاعتك، وكمان ياثر على سرعه جهازك بشكل كبير جدا، خصوصا بعد ظهور الاس اس دي في السوق. ايه بقى الفرق بينه وبين الهارد العادي، وايه مزايا وعيوب كل واحد فيهم، والاهم ايه الانسب بالنسبه لك؟ ده اللي هتعرفه معانا في حلقه النهارده. اهلا بيكم، انا خالد جاد، وخلينا نشوف ايه الافضل. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مواليد الألفية الجديدة وعصر الهاردات الأربعة وال26 تيرا هيستعجبوا لو عرفوا إن من سنين معدودة كانت الناس بتعامل بهاردات 20 و40 جيجا أول عن آخر، والأعجب من كده هو شكل ومساحة تخزين أول هارد يظهر للعالم. سنة 1956 أصدرت شركة IBM أول قرص صلب للتخزين باسم راماك 350، وده كان فضل خيرك مساحته بتاع 4 ميجا كده. أيوة أنت سمعت صح، 4 ميجا مش 4 جيجا. العجيب بقى، وبالرغم من مساحات التخزين الصغيرة دي، ان حجم الهارد نفسه كان كبير حبتين، ده كان في حجم تلاجتين تقريبا. ايوه زي ما سمعت كده، 4 ميجا مساحه تخزين والهارد حجمه تلاجتين. ووقتها كان استخدامه مقتصر على الهيئات الحكوميه والصناعيه، لكن بعدها ب6 سنين خرجت علينا IBM وبحجم اصغر بكتير من التلاجات. وفي سنه 1980 اصدرت شركه سي جيت اول هارد اصغر بمراحل في الحجم من IBM وسميته ST 506. الهارد ده كان حجمه 5.25 بوصه ومساحته 5 ميجا بحالهم. وبمرور الوقت بدأت شركات تانية تصدر هاردات بساعات مختلفة، لكن أصبح في معيار شبه موحد لحجم الهاردات، وهو 3.5 بوصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية و2.5 بوصة للأجهزة المحمولة. وطول الوقت ده كانت طريقة عمل الهاردات وتكوينها واحدة، مع اختلافات محدودة زي السوكت المستخدمة اللي بتربط بين الهارد والمذر بورد. ومن ال4 ميجا والتلاجات في الخمسينات لآلاف الجيجات والهاردات قد كف الإيد وأصغر منه النهاردة. بس القصة ما انتهتش عند مساحة التخزين وحجم الهارد، لكن ظهر شكل جديد من الهاردات من حيث المكونات وطريقة التشغيل. شكل أحدث اتولد من تطوير التكنولوجيا للهاردات بالشكل المتعارف عليه، عشان يغير معاه مفهوم عمل الهاردات وتأثيرها على أداء الجهاز ككل. وأصبح عندنا نوعين رئيسيين من الهاردات، النوع اللي بدأ من حجم الثلاجات واسمه HDD، ودي اختصار لكلمة هارد ديسك درايف أو محرك القرص الصلب، والتاني اسمه SSD أو Solid State Drive. وعشان نعرف الفرق ما بينهم لازم نعرف هم عبارة عن إيه وبيشتغلوا إزاي. في الأول كده، المكون الرئيسي للهاردات العادية عبارة عن مجموعة من الاسطوانات أو أقراص متغطية بطبقة مغناطيسية. الأقراص دي هي اللي بتسجل عليها البيانات، وبتشتغل عن طريق محرك بيخليها تدور بسرعات عالية جدا، بتتراوح في المتوسط ما بين 5400 لفة في الدقيقة ل 7200 لفة في الدقيقة. وطبعا كل ما كانت عدد الدورات أعلى كل ما أخدت أداء وسرعة نقل بيانات أعلى. والبيانات اللي على الاسطوانات دي بتتكتب وتتقري عن طريق إبرة متثبتة في طرف دراع كده بيفضل رايح جاي على القرص وهو بيلف علشان يقدر يقرا كل حته منه. ودي بمنتهى البساطه كده هاردات ال HDD. على الناحيه التانية بقى ال SSD ما فيهاش بقى اسطوانات ولا يحزنون. طيب البيانات بتسجل عليه ازاي؟ البيانات هنا بقى بتتحفظ على حاجه زي الفلاش ميموري، نوع من انواع الذاكره القابله للمسح واعاده البرمجه بشكل رقمي، بيكون اسمها ناند فلاش، ودي اشهر نوع بيستخدم في هاردات ال SSD. الذاكره دي بيكون جواها دوائر الكترونيه مترابطه بتخزن البيانات عليها من خلال شحنات كهربائيه. الترانزستورز اللي جوه الدوائر دي واخده شكل شبكات، وكل صف جوه الشبكه اشبه بصفحه، مع زياده عدد الصفحات بتتحول لكتله. والاس اس دي بقى بيسجل البيانات جوه الكتله دي. يعني الشغل الميكانيكي اللي بيحصل في الهارد العادي من حركه الاسطوانات وحركه الابره ملوش وجود في الاس اس دي، وده السبب الاساسي في تسميتها سوليد ستيت او الحاله الثابته. طيب بعد ما عرفنا اساس عمل كل واحد فيهم، ايه اللي هيعود عليا من طريقه تكوين وتشغيل كل واحد فيهم؟ ولو عايز اشتري اجيب ايه بالظبط؟ واحد من ابرز واهم الفروقات ما بين الهارد العادي والاس اس دي هي السرعه. الهارد العادي بيقرا البيانات عن طريق اشاره بيبعتها للدراع علشان يوجه الابره لمكان البيانات المطلوب قرايتها من على الاسطوانات. بس اسلوب العمل الميكانيكي من حركه الاسطوانات وسرعه استجابه الابره بيحجم اداء الهارد بشكل كبير مهما زادت السرعه اللي بتلف بيها الاسطوانات. وكمان من النقط الرئيسيه في المساله دي ان هاردات الاتش دي دي بتعتبر كل مسار وقطاع في الاسطوانه عباره عن موقع جديد متاح لتخزين البيانات،
والابره بتكتب على الاسطوانه بشكل مسارات بتبدا من السنتر من جوه لحد طرف الاسطوانه من بره. بس المشكله بقى بتبدا تظهر لما تيجي تمسح حاجه من النص وترجع تكتب داتا عليها تاني بس بحجم اكبر من اللي انت مسحته. الابره بتروح لاول مكان فاضي في النص وتملاه كله، وبعدين بتكمل باقي الكتابه بره، يعني من الاخر بتجزأ البيانات. ولما تعوز بقى تقرا الداتا دي تاني تفضل الابره رايحه جايه ما بين الاماكن اللي اتكتب عليها، شويه من النص وشويه من بره. وهنا بقى بيجي دور الفراجمنت تول عشان تخلي الداتا اللي تبع بعضها مترتبه ورا بعضها بدل شغل دوخين يا لمونه ده. الكلام ده بقى ملوش وجود خالص في الاس اس دي، لان زي ما شرحنا هو ما فيهوش اجزاء متحركه زي الاتش دي دي، لكن دي دوائر الكترونيه والداتا متخزنه في كتل. فلما تطلب داتا معينه الاس اس دي بيشوف عنوان الكتله فين ويبدا يقراها بشكل مباشر. فبالتالي الفراجمنت تول هنا ملهاش اي فايده، بالعكس دي ممكن تاثر على عمر الهارد اس اس دي لانها بتستهلك من عدد مرات القرايه والكتابه المتاحه عليه. طب بالارقام كده بقى ايه الفرق في السرعات ما بين الاتنين بالظبط؟ الاس اس دي اداؤه اعلى وبيستهلك طاقه اقل من الهارد العادي، وتقدر تشوف ده بوضوح وانت بتنقل الملفات الكبيره. الهارد العادي هينقلك الملفات الضخمه بسرعه تتراوح ما بين 30 ل 150 ميجا بايت في الثانيه، في حين ان الاس اس دي هينقلك نفس الملف بسرعه تتراوح ما بين 200 ل 560 ميجا بايت في الثانيه. والانواع الحديثه من الاس اس دي بتوفر بسرعات اعلى من كده بكتير، في منها بيوصل ل 12 جيجا في الثانيه. نقطه تانية تخص السرعه وهي عمليه تشغيل الابلكيشنز بانواعها. الهارد العادي بيشغل الابلكيشنز بسرعه تتراوح ما بين 0.1 ل 1.7 ميجا بايت في الثانيه، لكن الاس اس دي بينفذ نفس العمليه بسرعه تتراوح ما بين 20 ل 250 ميجا بايت في الثانيه الواحده. والنقطه دي في منتهى الاهميه واللي بتاثر بشكل كبير جدا على اداء الاوبريتنج سيستم، وطبعا بتفرق في تشغيل البرامج التقيله زي برامج المونتاج والديزاين، ده غير الالعاب طبعا. هنا بقى نيجي بقى لسؤال مهم، ايه الكلام بقى بالنسبه للاعتماديه والعمر الافتراضي واستهلاك الطاقه؟ بص معايا، القطع الميكانيكيه اللي بتتحرك اثناء تشغيل الهارد العادي طبعا بتخليها عرضه للتلف بشكل كبير، وكمان القطع المتحركه بتستهلك طاقه اكتر وصوت الهارد بيبقى اعلى والحراره برضه بتعلى، وخصوصا لو عليه شغل كتير وبرامج او العاب تقيله. كمان نقطه تجزئه البيانات اللي اتكلمنا عليها في الهارد العادي بتزود معدل استهلاك الدراع اللي متثبت فيه الابره، اللي اكيد هيأثر بشكل كبير في عمر الهارد. على الناحيه الثانيه الاس اس دي ما فيهوش قطع متحركه واستهلاكه اقل للطاقه، يعني عمره اطول ونسبه تعرضه للاذى اقل، بس طبعا هو مش مضاد للاعطال، يعني لو برضه اخد وقعه قويه ممكن تضره مفيش كلام. وهنا ممكن تسال نفسك سؤال، طب ما دام كل الفروقات تقريبا في مصلحه الاس اس دي وواضح ان هو النسخه المطوره من الهارد العادي واحدث بمراحل منه، فليه بقى الهارد العادي لسه موجود في السوق؟ طب ما يوقفوا انتاجه بقى والناس تنزل تشتري اس اس دي وخلاص. بالرغم ان الافضليه في المقارنات لحد دلوقتي جايه في مصلحه الاس اس دي، الا ان في نقطه في منتهى الاهميه بترجح كفه الاتش دي دي وبقوه، وهتخليك تراجع نفسك 1000 مره قبل ما تقرر تشتري. اولا قاعده عامه، الهارد اللي ما فيهوش مساحه كافيه انها تشيل الداتا بتاعتك يبقى ملوش لازمه، والمساحات التخزينيه لهاردات الاس اس دي المتاحه في السوق للمستخدمين اقل بكتير جدا من الهاردات العاديه. يعني مثلا تلاقي الهارد العادي متاح لحد 24 تيرا، في حين ان اكبر مساحه متاحه في الاس اس دي هي 8 تيرا بس. ضيف بقى على الكلام ده واحده من اهم النقط اللي تفرق معاك وهي السعر. الاس اس دي 8 تيرا ده تقريبا ب $1200، يعني في حدود 60,000 جنيه مصري. لكن على الناحيه الثانيه الهاردات العاديه او الاتش دي دي ال 8 تيرا برضو سعره تقريبا بحدود من 8000 ل 14000 جنيه مصري. واكيد فرق التكلفه والمساحات ما بين الاثنين هي اجابه السؤال ليه الهاردات العاديه ما زالت موجوده في السوق والناس بتشتريها، وبالتالي هو الاختيار الاول للشركات الكبيره عشان تحافظ على الداتا بتاعتها، لان ببساطه فرق التكلفه ما بين الاثنين بتبقى مهوله لما بنيجي نتكلم على السيرفرات او الداتا سنترز الكبيره زي جوجل وامازون، لانهم طبعا بيحتاجوا مساحه ضخمه عشان يقدروا يقدموا الخدمات بتاعتهم. وقبل ما نقفل اكتبوا لنا في التعليقات انت بتعمل ايه عشان تحافظ على بياناتك وبتستخدم انهي نوع فيهم. وبس كده، ده كان كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير، وقولوا لنا تحبوا نعمل لكم مقارنات ما بين ايه وايه في الحلقات اللي جايه. سلام.